بسم الله. أول حاجة كده معايا نُص كيلو من الدقيق، ضِفت عليه معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقتين كبار من السمسم، وده اختياري، لو بتحبي اليانسون، الشمر، الكمون تقدري تضيفي في المرحلة دي، رشة من الملح، نُص معلقة كبيرة baking powder، وأقلّب الكلام ده كله كويس جدًا مع بعض. وعايزة أقول لكم إن نُص كيلو دقيق يعني 3 كوبايات كبار كده مليانين هرميين. ضِفت عليها ربع كوباية من الزيت، وهنا بقى باعمل حركة حلوة أوي، باجيب كوباية من الحليب الدافي وأضيف عليها معلقة كبيرة من الخل، وأقلّبها زي ما أنتم شايفين، في ثواني بتتحول للبن رايب زي ما أنتم شايفين بالشكل ده، وأروح نازلة عليها كده زي ما أنتم شايفين على الدقيق، وابتدي أضيف معلقتين كبار من السمنة البلدي أو أي نوع سمنة متوفر عندِك، بس طبعًا السمنة البلدي بتوديها في حتة تانية خالص. بعد كده بقى إيه، هاعجنها من غير عجان ولا أي حاجة، لإن العجن مش هياخد منِّك وقت خالص. هي احتاجت معايا ربع كوباية حليب كمان، أنتِ ابدئي بكوباية، ولو احتاجت معاكِ زوّدي لها لحد ما العجينة بتبقى طرية معايا بالشكل ده. باروح مغطياها وسايباها بقى إيه، تخمر حوالي نُص ساعة لحد ما حجمها يتضاعف معايا وتبقى بالشكل ده. باروح واخداها بقى منزّلة منها الهوا زي ما أنتم شايفين بالشكل ده، وواخداها كده على الرخامة، وابتدي أقطّعها لكِوَر صغيرة. أنا عملت القُرَص متوسطة كده، لو أنتِ حاباها أكبر من كده طبعًا تقدري تكبّري الكورة، لو حاباها أصغر من كده تقدري تصغّريها. أنا قطّعتهم 24 كورة، تمام. بُصّوا زي ما أنتم شايفين بالشكل ده العجينة طرية وسهلة معايا إزاي. هاجي بقى زي ما أنتم شايفين بقى هابدأ باللي أنا عملته من الأول، وابتدي آخد كل كورة بُصّوا أبطّطها تتبطّط معايا بكل سهولة لإنها استريّحت. باجيب بقى صينية مدهونة بالزيت أو عليها ورقة زبدة، وبرضه إيه أضبّطها كده في الصينية زي ما أنتم شايفين، سهلة خالص ومش هتاخد منِّك 10 دقايق في تحضيرها. تاني واحدة أهي بابطّطها بالشكل ده، وابتدي برضه أحطّها في الصينية لحد ما أخلّص الكمية بتاعتي كلّها بالشكل ده، ودي الكمية زي ما أنتم شايفين 24 قرصة. فهاسيبهم يخمروا حوالي 10 دقايق. في الوقت ده بقى باشغّل الفرن على درجة حرارة 200 وأسيبه يسخن كويس جدًا، وبعد كده أدخّلها من غير دهان الوش ولا أي حاجة، هي بتاخد اللون التحفة ده زي ما أنتم شايفين. شغّلي من تحت لو عندِك ما بيشتغلش فوق وتحت مع بعض، شغّلي من تحت تاخد لون كده تروحي مطفية ومشغّلة الشواية من فوق. بُصّوا شكلها عامل إزاي، بجد يا جماعة خطيرة جدًا، جدًا، طرية كده وهشة وريحتها تحفة. عايزة أقول لكم إن السمسم عاطيها طعم حلو أوي، لو بتحبوا المنكهات برضه هتخلّي طعمها جميل. حلوة جدًا للفطار وللعشا. لايك وشير بقى لو الفيديو عجبكم، وبألف هنا وشفا وبس كده.